تفضل خويا عبدو. يزيد فضلك اخي الكريم وتحياتنا لك خويا بوسماحه. انا باش نعطيك واحد التعريف بسيط على نفسي. معك عبدو الريفي من جمهوريه الريف المحتله. احمل الجنسيتين، الجنسيه الريفيه واحمل الجنسيه المغربيه بموجب احتلال، ناشط سياسي وحقوقي، وعضو كذلك في الحزب الوطني الريفي. يعني انا بغيت نورك حتى البطاقه الوطنيه الريفيه، كذلك يعني الوثيقه ديال العضويه في الحزب الوطني الريفي. الان يعني كاين محاوله من النظام المخزني انه كيوظف ناس لشرعنه الاحتلال، كما وظف ناس في الصحراء الغربيه يقول لك انا صحراوي مغربي، كذلك في الريف يعني كيوظف ناس لشرعنه الاحتلال. لكن الريفي الحقيقي ما عمره خويا بوسماحه يسمح في دماء الشهداء، لان هذا النظام كيفاش هذا النظام قتل الاجداد ديالك وغادي تجي تقول انا ريفي وعاش الملك. هذه كنسميوها حنا خيانه لدماء الشهداء. ما كاينش ريفي مغربي، الريفي ريفي والمغربي مغربي يا اخي الكريم. هذه باش نوضحوا خويا عبدو مرحبا بك، ومادام اللايف راه متواجد معنا ألف اخ و1000 اخت راه متواجدين معنا هنا في اللايف. بغيت نعطي غير واحد المعلومه لخويا. المنصه هذه مرحبا بجميع الاحرار، ولا ربما كاين ناس المروكي عندها واحد العقليه في بعض الاحيان يمشيو يتعلموا اللهجه الجزائريه باش يشوهوا الصوره نتاع الجزائر. خويا لايفك العلاقه ما بيني وبينك هو انه انت راني نعتبرك خويا مسلم، يعني سياسه هذه من الجانب الديني. انا اي مواطن حر مرحبا به. الامر الثاني باش ما يشوفوش فينا ناس لا ربما يقول لك راه يستعمله ولا هذه، مرحبا بك باش توصل الصوت نتاعك، ولا ربما من خلالك كاين بزاف ناس غادي يتشجعوا ويوليو يهضروا يقلعوا هذاك هاجس الخوف اللي زرعه فيهم الحسن الزاني المقبور. لا خاطرش كاين بزاف ذباب الكتروني مجند هنايا راهم يصعبوا المهمه تجاه الاجيال القادمه. علاش راهم يسبوا المستقبل؟ انا ما فهمتش. انا يا هاد الذباب هادو المخزني اللي الاغلبيه نتاعهم 50 سنه 60 سنه، انت يا عشت حقبه من العبوديه، انت يا عشت عبد. علاش الاجيال القادمه هذه ما تخليهاش تعيش الحريه؟ مانيش نتكلم لك على الفقر، مانيش نتكلم لك على الحليب كما كنا نتكلموا، مانيش نتكلم لك على هذه الامور هذه. الفقر خلقه رب العالمين، والفقر ربي ما يحاسبكش عليه. رانا نتكلموا من باب الحريه ومن باب الكرامه، مواطن يكون حر. تفضل عبدو خويا مرحبا به، ومرحبا بك اخت ساره وجميع واحد التحق بنا مؤخرا مرحبا به. تفضل خويا. يزيد فضلك خويا بوسماحه وتحياتنا لك وشكرا على الترحيب. بالنسبه لنا احنا كريفيين الاخ الكريم، يعني الشعب الجزائري كنعتبره واحد الشعب اللي اخ لنا. عندنا يعني بزاف ديال الامور اللي مشتركه من عهد الدوله النوميديه، من عهد الامير عبد القادر. يعني الريفيين وصلوا لواحد الدرجه ان الاجداد ديالنا كانوا كيبايعوا الامير عبد القادر وما كانش عندهم الثقه في السلاطين ديال المغرب. لهذا يعني كنتكلم لك على العلاقه الريفيه الجزائريه، واحد العلاقه اللي ضاربه في عمق التاريخ، لان المراكشيين ما عندهمش تاريخ، ما غاديش يفهموا هاد الامور هذه وما غاديش يعرفوا العلاقه الجزائريه الريفيه. كاينين يعني بعض العياشه وبعض الذباب المخزني اللي كيقول لك قضيه الريف صنعتها الجزائر، يعني كيتهموا الجزائر باللي انها صنعت قضيه الريف. لكن يعني الجزائر كانت كتساعد كل الشعوب المضطهده وكل الشعوب المستعمره، ساعدت فنزويلا، ساعدت فيتنام، ساعدت جنوب افريقيا، يعني ساعدت الصحراء الغربيه، ساعدت فلسطين، يعني ساعدت بزاف ديال الشعوب باش يعني تخلصوا من الاستعمار وقرروا المصير ديالهم. بالنسبه للقضيه، يعني الناس اللي كيحاولوا يقولوا باللي القضيه الريفيه صنعتها الجزائر يعني لمواجهه المخزن. الجزائر يعني دائما ما كانت مكه الثوار وقبله الاحرار. يعني احنا كنعرفوا الجزائر كنعرفوها بالمقاومه اللي يعني قادتها المقاومه الجزائريه ضد الاحتلال الفرنسي. كنعرفوا يعني الجزائر بانها كتوقف وتناصر الشعوب المضطهده والشعوب المستعمره. تحياتنا كذلك للحكومه الجزائريه اللي تم يعني فتح لمكتب لتمثيليه جمهوريه الريف في الجزائر العاصمه، شارع الشهيد طيب الابراهيمي لبيار الجزائر العاصمه. من ارقى يعني الاحياء ومن ارقى الاماكن في العاصمه كاين مكتب لتمثيليه جمهوريه الريف. ومن بعد ما تم يعني فتح هذا المكتب في الجزائر، استطعنا باش نقدروا نفتحوا يعني مكاتب في دول اخرى. والجزائر يعني احتضنت بزاف ديال الندوات، يعني جوج ديال الندوات اللي كانوا في الجزائر وكانوا ندوات ناجحه، وكانت التغطيه ديالهم يعني جات وسائل اعلام من جميع الدول تقريبا اللي غطات، وكان المشاركه ديال صحفيا احزاب سياسيه جزائريه واحزاب سياسيه يعني من مختلف الدول.
جاو حتى جمعيات وحقوقيا والى غير ذلك، وكانت واحد الندوه اللي هي ناجحه، وعرفت الوفود وعرفت مشاركه الوفود من 17 دوله مختلفه. الان يعني باش نلخص لك، الشعب الريفي هو يعني واحد الشعب اللي لا يعتبر نفسه مغربيا، والتواجد المغربي على ارضه ينظر اليه نظره احتلال. يعني احنا كريفيين لسنا مغاربه، ونعرف جيدا بلي ان التواجد ديال الاحتلال المخزني على ارضنا فهو يعني مجرد احتلال، ولا نعتبر انفسنا جزءا من هذا الاحتلال. ونحن كريفيين لا نرضى بالاحتلال، لاننا قاومنا اسبانيا وقاومنا فرنسا وقاومنا المخزن. احنا عندما كنا نحارب اخي بوسماحه فرنسا واسبانيا، جاء جيش المحله، وتقدروا يعني تبحثوا على جيش المحله، وقف الى جانب اسبانيا وفرنسا ضد الريفيين. كيفاش اليوم كيقولوا هاد الريفيين مغاربه وهما كانوا كيحاربوهم؟ هما اللي قضاو على المقاومه الريفيه، هما اللي تحالفوا مع الاستعمار وسلموا اراضي الريف. يعني هذا الامر هذا، هذه الامور هذه يعني مثبوته تاريخيا، والتاريخ لا يرحم اخي بوسماحه. هذا الاحتلال العلوي هو يحتل حتى المغرب، هما ماشي من مراكش، حتى الشعب المغربي فهو محتل يا اخي الكريم. وحنا اي مغربي حر كنعتبروه اخ لينا، ونوقفوا معاه، وحنا مع الحريه. لكن باش يجي العياش يوقف لي ضد الحريه ديالي، هذا راه لا يمكن. باش يعني يحاولوا يشوهوا الصوره ديال الجزائر، يقولوا الجزائر هي اللي صنعت الريف. حنا عام 1921 كنا مستقلا اخي الكريم، وكنا جمهوريه، وفي ذاك الوقت هذاك كان المغرب منبطحا للحمايه. كان السلطان المغربي سلم الارض وسلم العباد، واسلوا يعني مخور، وخدموا فيه يعني المغربيات. في ذاك الوقت هذاك كان الريف مستقل، وكانت يعني الجمهوريه الريفيه بالعمله، بالعالم، بالنشيد، بالدستور، وبكل شيء، يعني بكل مقومات الدوله. باش ما نطولش عليك اخي بوسماحه. والله ما تطول عليك اخي، المنصه ومرحبا باي مواطن حر. انا ما كما قلت انت في كلامك، حتى واذا كان مغربي حر تحترمه، هذا نفس تفكير الجزائري. وبالنسبه للتهمه اللي يقول لك الجزائر تحاول تقسيم المملكه والجزائر هي اللي صنعت الريف، في هذه الحاله ما راهمش يشوهوا الجزائر وفقط، راهم يشوهوا حتى صوره الريافه. يعني وكأنه الريافه هذو حاجه ما كايناش، يعني صنعتها الجزائر، والحمد لله مازال كاين رجال ثابتين على المواقف نتاعهم. يعني وكأنه يشوهوا الريفي هذا، يعني ما عندكش حق وما عندكش قضيه، انت غير الجزائر صنعتك. يعني سلاح ذو حدين، منها يشوهوا صوره الجزائر، ومنها يشوهوا صوره الريفي باهين فيوه باللي هذه كلمه الريف ولا قضيه الريف ما كانش. سلاح ذو حدين. وشفنا يعني اليوم مظاهرات، ماشي ذكاء اصطناعي ولا اين تبون ولا الفبركه ولا اشاعات، شفنا مواطنين احرار بلي فيديو عاش الريف عاش الريف. الحمد لله، احنا كنا نسمعوا عاش الملك، ولينا نسمعوا عاش الريف. الحمد لله مازال كاين رجال احرار وثابتين على المواقف نتاعهم.